الحلقات اللي فاتت عرفنا ايه هي انواع البرزنتيشن، وكمان عرفنا ايه التابس والتراكس اللي هتأثر فعلا على البرزنتيشن بتاعتي. واهم حاجة اول لما اجي ابدأ البرزنتيشن اجي قبلها كده ب15 دقايق اشيك على التولز اللي انا استخدمها، البرزنتيشن تولز اند فيجوال ايدز اللي انا استخدمها. لو في فليب شارت هستخدمه واشيك عليه، لو وايت بوردز اشيك عليها واشوف الماركرز، لو الكترونيك وايت بوردز تمام، الوصلات بتاعت اللابتوب للالكترونيك وايت بوردز او للبروجيكتور، الميكروفون، الحاجات ديت التولز بتاعتك مهمة، لان لو مثلا المايك مش شغال فكده البرزنتيشن راحت في سكة مش لطيفة، كده البرزنتيشن شبه باظت اساسا. لو مثلا انت كنت عامل حسابك انك تعرض حاجات على الوايت بوردز مثلا او على البروجيكتور، ولقيت البروجيكتور حصل مشكلة، هيبقى صعب عليك جدا تلف اللابتوب كل شوية للاودينس بتوعك، فكده البرزنتيشن ضربت. فيا اما هنعمل حسابنا واحتياطاتنا في اكتر من حاجه، لو حصل كذا، لو ما لقيتش مايك، او لو ما لقيتش بروجيكتور، لو ما لقيتش ماركر، لو مش عارفه ايه السيناريوهات اللطيفه ديت نعمل حسابنا فيها، او تيجي قبلها بربع ساعه 10 دقايق وتشيك على كل حاجه. تمام، دي كده اهم شيء. تاني نقطة وعندنا key steps كده بسيطة، وهي example for the introduction. ازاي اللي انا مثلا اعرف نفسي في البرزنتيشن، وهتختلف من برزنتيشن للتانية كنوع برزنتيشن. على سبيل المثال Annie Marie Devil works for a firm of management consultants. She is responsible for recruiting consultants for the firm. She has been invited as a guest speaker to an international conference in Cannes to talk about the subject of recruitment. دي هنا ده انا هنا بقدمها هي. اوكي، انا بعرف الناس هي بيها، هي لحد دلوقتي لسه معرفتش نفسها، احنا هنشوفها هي هتعرف نفسها ازاي. هنا هي هتدي ايه، حاجة كأنها زي workshop، لان هي هتتكلم او سيمينار، هتتكلم عن نصيحة، هتدي نصايح. اوكي، او workshop كأذا recruitment. تمام، عن الريكروتمنت. اللي مش عارف يعني ايه كلمة recruitment، كلمة recruitment معناها التوظيف، ازاي اللي انا بوظف شخص. اوكي، ودي خاصة بال HR. كلمة firm معناها زيها زي كلمة organization. طبعا هيكون في حلقة مخصوص الفرق ما بين organization association والفيرمز NGOs والكلام ده. تمام، بس كلمة firm زيها زي كلمة مؤسسة أو منظمة. طب هي بقى هتعرف نفسها ازاي؟ الميكروفون معاها، يلا يا ماما سمع عمو. هنقول ايه؟ My name is Annie Marie Devil and I work for GEM Consultants. It's very nice to see so many of you here in Cannes on such a sunny day. I'm going to talk about consultancy skills for the 21st century. There are three main areas I want to look at today. If you have any questions, I will be very happy to answer them at the end of the session. هي هنا عرفت نفسها. لما جت تعرف نفسها، تعريف النفس انقسم لإيه؟ 1 2 3 4 5، انقسم إلى 5 حاجات. تمام، أول حاجة أنا بعرف اسمي وعرفت البوزيشن بتاعي. عندي حتة البوزيشن، لو أنا بدي workshop أو أنا شخص لسه الناس مش عارفاني، فهحاول أدي نبذة بسيطة عني، بس مش هحاول أكون شوي قوي، ومش هحاول ان انا اخد من وقت السيشن، لان في ناس بتعظم في نفسها بزياده، ده انا اشتغلت ورحت وجيت وعملت ورحت ووصلت وفين و... لا، كلمه ونص على القد. تاني جزئيه بعمل ايه، انا ببدا اللي انا اقول لهم ده يوم سعيد، انا مبسوطه اللي انا معاكم هنا. اوكي، الجو حلو، بكسر حاجز الخوف، مش اللي انا ادخل في التوبيك على طول. نمبر 3، هم الناس عارفة هي جاية هتسمع ايه طبعا، في اي حاجة هم بيكونوا عارفين الموضوع اللي هيسمعوه، ولكن انا ببدأ اقول لهم I'm going to talk. انا ما بقولش I will هنا will هنا ديت في حاجة تانية، will هنا ده هنا quick decisions، قرارات سريعة. I'm going to أنا going to أنا بتدل على إيه؟ بتدل أنا جاية وحاطة نية ومخططة على اللي أنا اللي هعمله. أما كلمة I will
قرار سريع. تهت عن بالك I'm going to استخدم I will. أنا هتكلم عن إيه؟ هشوف بقى هو برودكت جديد، لانش أنا هقدمه جديد، منتج ولا سيرفيس جديدة، ولا أنا هدي مثلا أدفايس للناس كأذا سيمينار، ولا اللي هو هدي انفورميشن وهشرح هبتدي حلل بيانات. اوكي، الناس اللي بتستخدم الباور بي اي والسيكوال والاكسل والكلام اللطيف ده. فهشوف انا هحكي عن ايه، بعد كده اقول بقى الاجزاء الاساسيه اللي انا هتكلم عليها. There are 3 main errors. There are 4 main errors. There are 2 main errors. Whatever the errors that you will speak about, I want to look at today. أنا هنا والله جاية أتكلم في 1 2 3. أنا هنا جاية أتكلم في 1 2. أنا محددة النقاط، وده هنا بيسمع في نقطة إيه؟ الأورجنايزيشن. لما أنا أكون منظمة كويس التوبيك بتاعي هتسمع في الانجليش، وده اللي احنا قلناه الحلقه اللي فاتت. اوكي، فالثري مين ايرورز هنا مهمه جدا جدا، اللي انا اقول لهم البوينتس اللي هتكلم فيها، حتى هم يكونوا عارفين انا امتى هبدا امتى هخلص ايه البوينتس ديت. حبيت ان انا انوه عن الثري بوينتس ديت اللي هي الناس بتسميها الاجندا. I don't have any problem. يعني في ناس بتعرض لهم على الاجندا مفيش اي مشكله. تمام، نكتبها بخط حلو بس كده. تمام، اوكي، مفيش اي مشكله. تبقى دي سلايد الاجنده بتاعتنا عادي. تمام. اخر حاجه الاسئله. اشوف الاسئله، انا حابه الناس تقاطعني ولا حابه اخلي الناس تسال في الاخر. طبعا انت لو بتعرض قصاد السي او او بتعرض قصاد المانجيريال ليفل او قصاد الامبلويز او الكوليجز بتوعك، فانت مش عندكش الرفاهية اللي هم ما يقطعكش، لا هم هيقطعوك، خاصة المانجيريال ليفل والسي او. فانت ما عندكش اوبشن اللي انت تقول هنا ده. يبقى الناس اللي ما عندهاش option if you have any questions دي لا مش محبذة اللي انت تقولها. ليه؟ لان هم كده كده هيقطعوك. اوكي، دي اول حاجة. طيب، تاني حاجة، لو انت بتدي presentation عادي جدا ان انت تحدد. انا كمها لا، انا عادي اي حد يقدر يقاطعني عادي، لان I'm a teacher. الانستراكتورز والكوتشز واي حد بيوصل معلومة لا عادي، هو شغال under instructor or teacher or coaching whatever facilitator mentor الكلام اللطيف ده، لا اقطع عادي جدا. في ناس مدرسين ما بتحبش، بس انا عن نفسي لا، انا بشوف ان الشخص لازم يعني يقاطع الانستراكتور لو في حاجة مش فاهمها، عنده سؤال حب يستفسر. وفي حد لا يقولك أنا هتشتت والناس هتتشتت، أسأل آخر السيشن. تمام. if you have any questions I will be very happy to answer them at the end of the session, or I don't mind you can or I don't mind you can ask me immediately. Don't hesitate to ask me. الكلام اللطيف ده. يبقى احنا كده عرفنا بس المقدمة، البداية، ازاي اللي انا اعرف نفسي في البرزنتيشن في الاول. تمام. ودي كانت حلقة النهاردة، مش عايزة اطول عليكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة تكملة للموضوع.